اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الفل أو مساء الفل على حسب الوقت اللي بتشوفوني فيه. النهاردة الخميس، ما ينفعش يعدي خميس من غير محشي يا ولاد. والله احنا كنا بنستنى الشتاء عشان نعمل المحشي كل شوية، انما لا، الكرنب في الأوقات دي بيبقى طعمه جميل وزي السكر. فاستغلينا كده ان النهاردة الخميس، وقلت يا بنت قومي مش مشكلة، قوم نعمل محشي. مش أي حد بقى بياكل الكوسة، بس معاه وبطريقتي هتاكليها ان شاء الله وهتحبيها. انا عندي ما بيحبوش بصراحه الكوسه. بس هنا خلاص كنت قورت البتنجان وقورت شويه كوسه وحطيت فيهم شويه ملح، شويه صغيرين، لا ده شويه كبار قوي قوي، وقعوا غصب عني يعني، مش مهم، ما علينا. المهم قورت شويه البتنجان وشويه الكوسه وحطيت عليهم شويه ملح عشان ما يسودوش، برضو بيسود في ثانيه بس بيبقى طعمه زي السكر. هنا كنت عملت تسبيكه المحشي وغسلت الرز وصفيته كويس جدا جدا من الميه، شايفين ما فيهوش اي ميه، ونزلت بيه على التسبيك. خلاص انا في الوقت ده خلاص كنت بطفي على التسبيك، يعني مش بقعد، مش بخلي الرز يقعد كتير قوي. المفروض اول ما احط الرز اطفي، بس قلت كده ايه، اقلبه في قلب بعضه وبعدين اطفي على التسبيكه وبعدين احط الخضره. تمام. النهارده عشان كنت بصور وانا مستعجله قوي قوي ومتلهوجه، ففي جزء كبير قوي من الفيديو يا جماعه، الفيديو يعني مش اتمسح هو، يعني ما تصورش من الاساس. انا كنت مفكره ان انا بصور سليق الكرنب وتقوير المحشي وكل ده، طلع ان انا ما بصورش في الاخر. بس الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. قطعت الخضره صغير جدا جدا وحطيتها على على التسبيكه بتاعت الرز. طبعا عملت المحشي كذا مره، فقلت لا، لازم برضه انزل لكم الفيديو النهارده اشارككم يومي يعني. هو انا كل ده وما طفيتش ليه؟ انا ما بحبش ايد على هنا بقى قمت حاطه معلقتين 3 سمنه كده. السمنه عشان انا مسيحاها فسايباها بره التلاجة. وهنا كانت لسه ما جمدتش يعني، والمطبخ بيبقى سخن دايما. يا وليه يطفي بقى، يا وليه يطفي، انت نسيتي ولا ايه يا وليه؟ انا عموما بحب اعمل المحشي بالزيت. خلاص الحمد لله طفيت، الحمد لله اخيرا. بحب اعمل المحشي بالزيت، بس هنا حطيت معلقتين 3 سمنه، مش مشكله. هنا قسمت الخلطه بتاعت المحشي في 2، عشان انا هعمل الكوسه والبتنجان مش هتشطن. انا عندي هنا الجماعه ما بيحبوش الكوسه ولا البتنجان، وما بيحبوش المحشي حامي او حراق، فانا بحبه حامي جدا جدا يعني. فقمت مقطعه نص قرن الشطه ده ولا تلتينه. بصوا، السكينه دي بنت لذينه بنت لذينه والله، بتعور، بس الحمد لله دلوقتي بقت لحد ما كويسه. آه هيشوفوا برضو، عورتني سنه كده. حطيت عليها القرن الفلفل ده حامي جدا جدا، حطيته على الخلطه ديت. والله في جزء كبير جدا وانا بقطع الورق. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كنت مقطعه الورق بطريقه حلوه قوي قوي هتعجبكم، بس الحمد لله يا رب. الايام جايه كتير نعمله مع بعض تاني. خلاص هنا كنت بحشي، وحتى مش مسرعه الفيديو لاني انا بصيت لقيت عندي مقطعين بس مصوراهم. طب فين بقيه المقاطع؟ ادور يمين شمال مش لاقيه اي حاجه. الحمد لله بقى. هنا الفيديو ماشي بالراحه زي ما هو. احشي معاكم كده البتنجان والكوسه، وبعد كده اقوم حاشيه الكرنب ومعلقه عليه على طول. الكوسة والبتنجان لما تعملي الخلطة بتاعتهم حامية والله بيتاكل ويبقى طعمه في حتة تانية كده وطعمه جميل. هنا كنت حشيت المحشي البتنجان والكوسة. هنا برضو هوريكم كم محشية كده كرنب و خلاص كده على كده.
كنت مقطعه هنا ورق الكرنب بطريقه حلوه قوي، كله قد بعضه، وتعمليه يعني بالظبط على المسطره. ما شاء الله. شايفين محشياه ما شاء الله، ما فيهاش رز بره وما تخرجش اي رز، بس تسقيه بالطريقه الصح، يعني ولا هو زيت شوربه ولا هو ناقص شوربه. ومحشي الكرنب لازم يبقى مستوي على التمام، ولا هو ني ولا هو مستوي قوي. في ناس بتحبه مستوي قوي، طبعا انا من ضمن الناس دهيت. بحب المحشي مستوي قوي يعني. حطوا لي لايك وكومنت حلو من قلبكم لو وصلتوا لحد كده، واشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدم. كنت خلاص سويت اللحمة والمحشي وطلعته خلاص. انا بقى كنت بحطه على النار، على شعلة البوتاجاز واحمره. لا انا برضو دهنت وشه كده، وبرضو كنت دهنت الصينية حبة سمنة، وهدخله الفرن هيطلع بقى كأنه سجق كده. يا لهوي على الطعامة، يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وهنا هدلق لكم المحشي الكرنب، شايفين والله تحفة 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 اهو، وواحدة جنب واحدة. بصوا ما شاء الله ما شاء الله والله، واحدة جنب واحدة، وما فيش واحدة اتفرطت ولا واحدة اتقطعت، ومستوي جدا، ومستوي على بص على الشعرة، والله مستوي بالسنتي جميل. معلش يا جماعة لتاني مرة، أنا والله في جزء كبير جدا جدا اتقص من وأنا بقور، من وأنا بقطع ورق الكرنب، من وأنا بسقي الكرنب، عشان أوريكم ازاي بيطلع الواحدة بوحدتها كده. يلا استنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.